السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. النهارده في موقع جديد، حبيت اصوره لكم بقى واشرح لكم التعديلات اللي عملتها في الموقع ده. الموقع ده انا صورت له فيديو، هتلاقوه على الصفحة، وهحط لكم اللينك بتاعه تحت في الكومنت عشان تشوفوا الموقع ده كان عامل ازاي قبل ما اشتغل ودلوقتي بفضل ربنا. ثم فضل الناس اللي شغالين معايا، الحمد لله رب العالمين قدرنا ان احنا نوصل بيه للمكانة دي وللوضع ده. الموقع سريعا عشان فيه تعديلات كتير، فهحاول اجري شويه في الشرح او في الفيديو عشان خاطر اقدر اعرفكم احنا عملنا تعديلات هنا ايه وازاي. ده عامه الريسبشن يعتبر بالنسبه لي ما فيهوش اي تعديل، هو عباره عن قطعه سفره هنا، وهنا عملنا الجزء بتاع القعده او الليفنج. بصرف النظر عن الشكل الجمالي وتوزيع الالوان، انا عايز الخص الوقت في الجزئيات التانية اللي احنا استفدنا بيها في المكان، او التعديلات دي تمت ازاي. انا عندي الجزء ده كده انا يعتبر نسفته وعملته من اول وجديد. الجزء ده هنا كده انا لما كنت بخش من باب الشقه كان عندي الجزء اللي قدامي ده اللي هو دلوقتي معمول مطبخ هنا. ده كان معمول جزء كده قدام المطبخ زي قاعده ممكن ان انا احط فيها سفره طعام، وكنت بخش من هنا كده من عند الديب فريزر. من هنا كده دي كانت مفتوحه، كنت بخش من هنا كده على المطبخ ورا. تمام. وكان هنا كده بخش من الممر ده من هنا كده. ده كده كان باب غرفه، دي كانت مقفوله. الباب اللي في الوش هناك ده بتاع الغرفه اللي هناك دي كان مقفول، ما كانش فيه غرفه اصلا. اللي ورا ده كان المطبخ، ودي كانت حيطه، ودي الجزء اللي انا عامل فيه الممر ده مع الجزء بتاع الغرفه دي اللي هوريها لكم دلوقتي. الجزء ده اصلا كان غرفه مقسومه بالنص كده ومفتوحه على بعض، غرفه واحده بخشها على بعض من الداخل، يعني غرفه داخل غرفه من الداخل. وده كان هنا الممر والحمام، وهنا كده دي كانت غرفه النوم. نبدا بغرفه النوم وبعد كده نطلع نكمل بره. دي كده غرفة النوم زي ما احنا شايفين. الغرفة هنا ما كانتش تقسيمتها كده اصلا، انا عندي ده كده دي كانت مقفولة. كانت دي بلكونة، الجزء ده كان بلكونة اللي انا عامل فيه الشباك، دي كانت بلكونة. انا دخلتها في قلب الغرفة. عملت هنا السرير، وعملت 2 كومود، وعملت هنا الدريسنج ده زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بس هنا العميل كان طلب مني ان انا اعمل له حمام، فكان من ضمن الحاجات اللي مطلوبه مني ان انا اعملها حمام. فقعدت افكر، طبعا انتوا عارفين انا كل شقه ببهركم بحاجه جديده يعني. فبفضل ربنا قدرت ان انا اعمل الحمام في قلب الدريسنج. ودي طبعا حاجه جديده، ممكن تخش انت اول. ارجع بقى. ده هنا كده الحمام زي ما احنا شفت. انا عامل هنا دي المرايه بتاعه الدريسنج. تمام. ممكن ان انا بفتح وبخش بلاقي الحمام زي ما انتوا شفتوا كده. تمام. الحمام ده انا خدت نص البلكونه اللي كانت هنا، كان عندي هنا بلكونه، خدت نصها بالطول مع الجزء اللي ورا الدريسنج، ورحت جاي عاملهم دريسنج، واخدت الباب من على وش الدولاب. فبالتالي لما بفتح الباب مش اخد مساحه من جوه، ان هي المساحه مش كبيره. المساحه العرض بتاعها تقريبا هو عشان في شطله في المكان، فهي جايه مثلا من متر على متر و30. فبالتالي لو انا كنت اخدت الباب جوه كان شكله مش هيبقى كويس، فانا فضلت ان انا اقفل الجزء ده الدريسنج كمرايه هتنفع معايا في الاستخدام لو انا بلبس او حاجه. وفي نفس الوقت عملتها زي باب مخفي عشان خاطر اقدر اخش منه للحمام. وهنا كده في الجزء ده عملنا الجزء بتاع التسريح، حاجه سيمبل وبسيطه خالص شيك. الفرش هنا كله تصنيع، مش عموله خالص. كل الفرش هنا انا عامله تصنيع بالمقاسات وبالموديلات اللي انا عايزها او اللي انا متفق مع العميل عليها. عندي هنا ده الحمام الرئيسي، ده ما عدلتش فيه كتير طبعا. هو كان بس في بانيو هنا، وكان الحوض في الوش والتويلت، فانا ظبطت بس التقسيمه بتاعته وعملته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، فما ضفتش فيه تعديلات كتير. هنا بقى ده كان جزء تاني من التعديلات بناء برضو على طلب العميل. قدرت ان انا افتح هنا واعمل ممر من نص الاوضه او من ربع الاوضه اللي كان موجود هنا، واخد بقيه الاوضه اللي كانت موجوده هنا مع الاوضه اللي كنت بخشها من جوه عشان اعمل اول غرفه هنا بسريرين. ده طبعا الشكل. اكيد طبعا انتوا هتلاحظوا الفرق في الفيديو قبل وبعد، يعني هسيب لكم الفيديو في الكومنتات تحت عشان تشوفوا الفيديو احنا عملنا ايه قبل وبعد التغيير
او مستوى التغيير بقى عامل ازاي. هنا قدرت ان انا استغل ان انا اعمل فوق دواليب خزانه، واعمل سريرين تحت، واعمل تسريحه، واعمل شاشه وكومود. فطبعا قدرت ان انا انفذ حاجات كتير في المساحه اللي انا واقف فيها زي ما انتم شايفين كده، بنفس الشكل ده وبنفس التفاصيل دي. تمام. بعد كده الجزء ده بقى اللي هو كان المطبخ اساسا، وكنت بخشه من بره من الريسبشن. بسم الله ما شاء الله. دي كده الغرفه الثانيه، غرفه الولد زي ما انتم شايفين بالشكل ده وبالديكور ده. ده هنا يا جماعه، ده هنا كان المطبخ ومكان الشاشه هنا. انا كنت بطلع من هنا، ورايا هنا المطبخ دلوقتي، فانا كنت بطلع من هنا على الجزء ده وبطلع من الجزء ده على الريسبشن، والمطبخ كان مكتوم جوه وكان في المساحه اللي احنا فيها دي. يعني من اول ما انا واقف كده الجزء اللي ورا ده هو اللي كان مفروض معمول مطبخ. قدرت ان انا اعمل فيه غرفه تانية للولد، غرفه سرير وكومود ومكتب ودولاب تسريحه، اخده كل الاحتياجات بتاعته زي ما احنا شايفين، وفيها الشاشه بتاعتها وفيها كل حاجه. غرفه كويسه جدا ومستقله بنفسها. فدي كانت طلبات وجزء من طلبات العميل اللي طلبها مني، ان انا اعمل غرفه للولد وغرفه للبنت. انا عملت غرفه للبنت فيها سريرين كمان، على اساس لو جالي ضيف زياده ولا حد فيبقى فيه مساحه زياده اقدر ان انا اقعد حد. وعملت هنا بقى في الممر كان العرض بتاعه معايا كبير شويه، وقدرت ان انا اعمل دريسنج تاني في الممر يساعد معايا مع دواليب الغرفتين. ان انا عندي الغرفه دي بالذات الدواليب بتاعتها بقت علويه، بس انا عملت وحدتين فوق السراير وحدات علويه، فبالتالي ما كنت محتاج مساحه اكبر للتخزين. فاخدت الجزء ده من الممر على اساس ان هو كان المساحه بتاعته عريضه، فقدرت ان انا اعمل فيه دولاب تاني يساعد معايا مع الدولاب او مع الدواليب بتاعت الغرفتين، فاخد مساحه تخزين اكبر واحسن. هنا ده المدخل بتاع البيت. هنا عملت جزامه كبيره زي ما احنا شايفين في المدخل بالقاعده بتاعتها بالدرج، وهنا طبعا الجزء بتاع التخزين. عملت هنا في اول الريسبشن دي ترابيزه طعام او طاوله طعام، دي لاهل البيت عشان ما يستخدموش السفره الثانيه او الطاوله الثانيه. فعملت هنا طاوله طعام صغيره في المساحه دي، المفروض ان هي كانت مساحه فاضيه قدام المطبخ. وكان في الديزاين اصلا ان احنا هنعمل هنا بار، يعني في الديزاين اصلا في التصميم كنا مصممين ان هنا هيبقى في بار. فالصراحه اما جه العميل في نص وقت العمل وكده، وهو بيتابع الشغل يعني او مراحل الشغل، اقترح علينا ان احنا نشيل البار ده ونعمل هنا ترابيزه طعام افضل، عشان خاطر هو كان حاسس ان البار قافل السكه شويه، وكان اقتراحه موفق جدا. ودي بتبقى حاجه مهمه جدا في اهميه المناقشه مع العميل، ان ممكن برضو تطلع فكره كويسه نبني عليها حاجه كويسه. كانت فكره كويسه يعني واقتراح موفق جدا وطلع شكلها جميل. هنا بقى المساحه دي اللي احنا اخدناها، اللي هي اوريدي كانت قدام المطبخ، اخدناها زي ما انتم شايفين وعملنا المطبخ بالمساحه دي كلها. قدر يستوعب الاجهزه بتاعتي كلها. عندي هنا السخان محطوط فوق، عندي الغساله، عندي وحدات الادراج، البوتاجاز، الفرن، غساله الاطباق، الحوض، الثلاجه، الديب فريزر، ديسبنسر الميه، وعندي وحدات تخزين بالكم والشكل اللي انتم شايفينه، والميكروويف عملناه معلق، وادي الشفاط. وعاملين في السقف اوريدي فريش اير. فريش اير ده اللي هو بيبقى عباره عن شفط وطرد، يعني في مراوح بتدخل هواء جوه المكان، ومراوح ثانيه بتخرج الهواء والابخره بره المكان. دوره فريش اير كده بتبقى شفط وطرد. وعملنا هنا برضو بالنسبه للتكييف، عملنا جهاز تكييف قرب المطبخ على اساس التهويه، وبرضو عملنا جهاز تاني في اخر الريسبشن. ده هنا الجزء الثاني زي ما قلنا، ده الجهاز بتاع التكييف الثاني. هنا قدرنا نعمل بوفيه كبير. العميل برضو ما كانش حابب ان يكون فيه نيش وبوفيه، فعملنا نيش كبير بمساحه كبيره، وعملنا السفره الثانيه اللي هي بتاعه الضيوف. عملنا هنا البارتيشن ده بالشكل اللي احنا شايفينه، حاجه بسيطه خالص وسيمبل خالص، على اساس ان انا افصل الجزء بتاع الليفنج او المعيشه عن الجزء بتاع السفره. عملنا هنا ركنه زي ما احنا شايفين بمساحه كبيره، وعملنا معاها فوتيه. وعملنا هنا اليونت الكبيره بالمكتبه بتاعه الديكور بتاعه القعده وبتاعه الشاشه. التوزيع الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقنا ان احنا نقدر نوزع الالوان بالشكل اللي انتم شايفينه ده. حطينا اللون الزيتي ده عشان نكسر المود بتاع المكان، وضفناه كمان في شكل الشجر او في شكل الزرع. درجات الالوان كلها زي ما احنا شايفين، سواء تجاليد او حوائط او سجاد او فرش، كل الدرجات ماشيه بدراسه وبطريقه تناغم متناسقه مع بعضها بشكل كبير.
بحط الالوان بتاعتي كالعاده في شكل تابلوهات على الحوائط، سواء في الريسبشن او في الممر. بلم درجات الالوان اللي انا شغال بيها، وبختار تابلوهات تتماشى مع المود او الديكور اللي احنا بنطبقه في قلب المكان. الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقني وقدرت ان انا اطلع الحاجه دي للعميل، وقدرت ان انا البي له كل احتياجاته وكل الحاجات اللي هو طلبها مني الحمد لله رب العالمين في الموقع. اشوفكم في موقع جديد ان شاء الله قريب جدا، حاجه برضو جميله وجديده بافكار جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.